السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا النهارده اقولكوا هنجرب مع بعض مكنة الزبادي. طبعا انا جبتها من سيتي. كان في جروب على الفيس. فصراحة لقيت كل اللي بيعملوا ريفيو عنها بيشكروا فيها، فحبيت ان انا اجيبها. هي سعرها مش غالي. حبيت ان انا اجيبها واجرب فيها معاكم، واقول لكم ايه طريق، يعني ايه رد فعلي من يمتها، او ايه تجربتي، ايه حلوه ولا وحشه ولا كده. طبعا زي ما انتم شايفين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، كويسه جدا جدا جدا. وهنشوف مع بعض. هنعمل الزبادي. قبل كده عملت معاكم الزبادي بطريقتي، بالزبادي اليدوي، عملته على ايدي وبالفراولة، وعملته بالفواكه. عملت كذا طريقة معاكم. النهاردة بقى نستخدم مكنة الزبادي. طبعا المكنة بتيجي متقفلة كده زي ما انتم شايفين. طبعا عليها بسوا يعني الغطا بتاعها باغ، وفيها 8 اكواب. الاكواب دي ازاز، بس ازاز من الخامة الكويسة جدا. والغطيان الخامة بتاعتها كويسة جدا برضو، وبتتقفل قفلة كويسة جدا محكمة يعني. 8 اكواب اهي. طبعا بصوا، وفيها تايمر للساعة. يعني ايه؟ مثلا انا دلوقتي الساعة واحدة، بتظبط التايمر على الساعة واحدة. طبعا هي بتقعد بالظبط 5 ساعات او 4 ساعات. انا سبتها 5 ساعات، يعني من واحدة تظبطي 5 ساعات، 2 3 4 5 6، يعني الساعة 6 فصلتها. طبعا التايمر ده يعني عشان ما يخليكيش تنسي انت سبتيها قد ايه، او حطيتيها من الساعة كام. التايمر ده بيعيد تذكيرك ان انت ايه، ما تكونيش نسيتي انت عملتي المؤشر على يعني الساعة كام. فانا هظبط المؤشر. الساعة دلوقتي كانت واحدة، فانا هظبط المؤشر على الساعة واحدة. طبعا انا هشيل بقى الغطيان بتاعتها كده، واخدها بقى اغسلها غسله كويسه، واعقمها بالميه السخنه. عشان خاطر ايه؟ اول مره استخدام لازم تتغسل بالميه السخنه كده، ميه تكون سخنه بتغلي كده، وتنشفيها تنشيفه كويسه. طبعا انا غسلتهم ونشفتهم تنشيفه كويسه جدا، وغسلت كمان الغطا الباغ. لازم اي حاجه تجيبيها لازم تعقميها بميه سخنه. طبعا نشفتها وحطيتهم بقى في العلبه دي كده، اللي هي الباغ دي. معايا كيلو من الحليب. بصوا، تقدري صبعك يستحملها، زي دمعة العين كده. فطرة اللبن يكون فطر معاكي. صبعك تحطيه فيها، صبعك تستحملي. طبعا انا كنت غلياه وسبته يبرد في التلاجة، ودخلته التلاجة من بالليل، وجيت الصبح رحت مدفياه دفى بسيط جدا زي ما قلت لك، زي دمعة العين كده. وجبت بقى ايه، حطي بقى في شفشق في اي كوبايه علبه من الزبادي، العلبه اللي هي الصغيره دي، واحط عليها شويه من الحليب، واضربيهم بقى بمضرب سيليكون طبعا انا هضربهم بالهاند بلندر. اهم حاجه الخطوه دي، عشان اللبن ما يكتلش معاكي ويبقى فيه قطع كده. عايزين اللبن يبقى صافي رايق كده زي ما شفتيه في اول الفيديو. طبعا هضربهم بس بالهاند بلندر كده، هخبطهم خبطتين بحيث ان انا ايه، الزبادي اللي انا حطيته يدوب كده في اللبن، ما يبقاش فيه قطع. اهو بصوا، انا بضربهم اهو. وانا هنزل بقى بمعلقه من السكر. طبعا السكر مش هكتر السكر، عشان بس زي ما بنجيبه من بره ففي نسبه سكره بسيطه كده، فتحطي معلقه من السكر. طبعا انا مش كنت مصدقه يا جماعه ان النتيجه هتطلع كده. بجد النتيجه حلوه قوي قوي قوي. انا مش بقول لكم ان انتوا تشتروا، او انا بعمل ريفيو لشركه سيتي دي، او الخامه بتاعت سيتي، لا، او المكنه بتاعت سيتي، لا. انا بقول لكم يعني اللي مثلا اللي مقدرتها ان هي تجيبها صراحه كويسه جدا، واللي مش مقدرتها تعمليه بنعمله احنا في البيت بطريقه كويسه جدا جدا جدا. وشوفوا طريقه عمل الزبادي على القناه عندي، سواء بقى بالفراولة، او سواء سادة، او سواء بقطع الفاكهة. طريقته سهلة جدا. بس انا بقول لكم ان يعني ايه اللي في امكانها اجيب مكنة الزبادي، هي مش غالية ورخيصة. تجيبها هتساعدك في رمضان. كل يوم ممكن بعد المغرب على طول تستخدمي ده كيلو من الحليب. تستخدمي كيلو من الحليب هيعملك ال8 اكواب اللي شفتيهم دول على السحور. هتكوني عاملة زبادي، وزبادي صابح فريش وعلى ايدك، ومش بياخد اي حاجة.
وكمان الكهرباء بتاعتها ما بتشدش كهرباء كتير زي ما انا شفت في الريفيوهات اللي عاملينها. طبعا صراحة يعني انا مش كنت مصدقة انها تطلع بالنتيجة دي. طبعا هنا انا عبيتهم اهو. طبعا بعد ما ضربت الزبادي بشوية لبن، رجعت حطيته في بقية اللبن وضربته برضو ضربة كده بحيث ان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. وهحط بقى بس انتي نصيحة، لما تيجي تفضي الزبادي في الاكواب دي بفضيه بره بعيد عن الجهاز عشان ما يقعش في قلب الجهاز. فضيه بره، فضي العلب بره، بعد كده رصيها زي ما انا برص كده. حبيت ان انا اعملها معاكم خطوة بخطوة، ما قفلتش الكاميرا. اغطي بقى العلبة عليها. وكمان حاجة عشان يطلع معاكي الزبادي ناجح، اول ما تحطي الغطا على المكنة ما تفتحهاش الا بعد 4 ساعات او 5 ساعات. ما تشيلهاش وتقولي انا اشوف مثلا الزبادي اتعمل ولا لا. وكمان المكان اللي هتحطي فيه تحاولي بقدر الامكان ما تحركوهوش خالص. المكان اللي هتحطي فيه المكنة ساعة ما تيجي تحطي الفيشة ما تحركيش المكان ده خالص. انا بحركها عشان لسه ما شغلتش المكنة عشان اظبط بس الغطا. عايزه الغطا يحبك جامد بحيث ان ايه المكنه تشتغل. طبعا انا هحط الفيشه اهي بصوا. طبعا ما شاء الله اللهم بارك. اول ما بحط الفيشه بتعمل بخار كده. طبعا كده المكنه اشتغلت وشغاله كويسه جدا. طبعا الاختمار ده بيبقى من علبة الزبادي. طبعا هي بقى بتعمل عملية التخمير دي مع نفسها، والمكنة بتفصل وتشتغل تفصل وتشتغل. طبعا هنا انا سبتها 5 ساعات صراحة. بصوا الغطا معرق خالص. بصوا الزبادي انا لسه مش دخلته التلاجة ما شاء الله. بصوا ولا بيقلب ولا اي حاجة. بعد 5 ساعات شلت الفيشة وفتحتها زي ما انتوا شفتوا كده وحبيت اوريها لكم. بصوا ما شاء الله على الزبادي ووشه. طبعا انت عايزه تشيلي بعد ما بتغلي اللبن تشيلي وشه تدخليه التلاجة براحتك. عايزه يبقى ليه وش ما تشيليش وش اللبن. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده انا عاملاه ما شاء الله خطير جدا جدا جدا. وبجد بجد هينفعك في رمضان. اللهم بارك حلوة قوي. هيساعدك ان انتي ما تشتريش زبادي تاني. هتعمليه في البيت وبطريقة نظيفة جدا وقدام عينيكي. وهيساعدك وهتوفري كتير صدقيني. كيلو حليب هتعملي ال8 اكواب دول. عايزه تضعفي بقى في الكميه دي براحتك انتي. ما شاء الله ما شاء الله حلوه قوي. وبصوا وشه والله حلوه قوي قوي قوي. وشه بصوا طبقه الوش بتاعته تخينه كده اللي بيحب بقى الحاجه دسمه يعني. حلوه قوي قوي. عايزه تعمليه بقى بالفراوله هبعمله مره تانية برضو معاكم بالفراوله للي هتجيبي المكنه او اللي عندها المكنه. طبعا ما كنتش متوقعه انها تطلع بالطريقه دي وهيطلع حلو قوي بالطريقه دي. بصوا ما شاء الله خطير جدا جدا جدا. حلو قوي كده. الفيديو بتاعي انتهى وانا مش بعمل ريفيو لشركه سيتي دي. انا والله حبيت ان انا اصور معاكم كده. الفيديو انتهى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.